العنوان الجديد: يكذب الصادق ويصدق الكاذب. نقول: من المؤسف جدا أن تصل حال أهل الكوفة أنهم لا يصدقون ما يصدر من أئمة الهدى عليهم السلام فلا يعملون به، بينما نراهم يأخذون بكلام أئمة الضلالة كأبي الخطاب ويصدقونه ويعملون به بالرغم من مخالفته لما يصدر من المعصومين عليهم السلام والصلاة عليهم الصلاة والسلام.